مرتكزا على العديد من نقاط القوة يحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي. عوامل نجاح الأهلي وتفوقه ما بين الإدارة والقيادة الفنية وعناصر الفريق نرصدها في سياق التقرير التالي. ب11 لقبا و17 نهائي من بينها 5 متتالية، كرس الأهلي المصري هيمنته على أمجد بطولات القارة السمراء ودون رقما قياسيا في عدد مرات التتويج بكأس البطولة التي بات حضوره في نهائيها قاعدة وما عداها متغيرات يتبدل فيها اسم المنافس ما بين شمال إفريقيا وجنوبها. عوامل عديدة تقف وراء تفوق الأهلي، سواء تعلق الأمر بالنادي بشكل عام حيث الاستقرار الإداري والمالي أو فريق الكرة على وجه الخصوص، وهو فريق جسد بشكل عملي مقولة الأهلي بمن حضر، فلا يكاد يغيب لاعب حتى يكون بديله بذات مستواه إن لم يكن أفضل. تتساوى في ذلك جميع خطوط اللعب بداية من حراسة المرمى، على غرار ما حدث في هذه النسخة حيث غاب الشناوي حارس المرمى الأول فحل مكانه شوبير ليضع بصمته وينجح في قيادة الفريق إلى المشهد الختامي. ولا يقف الأمر عند حراسة المرمى فقط، فالأهلي يتوفر على عناصر وازنة وقاس هؤلاء التونسي علي معلول والجنوب إفريقي بيرسيتاو بجانب حسام عاشور وحسين الشحات ومحمود كهربا، وهي عناصر ضربت بسهم وافر فيما تحقق للأهلي خلال الفترة الماضية محليا وقاريا. ولا يمكن الحديث عن أسرار تفوق الأهلي دون التطرق للمدرب السويسري مارسيل كولر الذي يخوض النهائي الثاني تواليا على أمل التتويج باللقب، متسلحا بخبرته الكبيرة وقدرته على قيادة المباريات وفقا لمتغيراتها والتعامل معها. تحت قيادة كولر يصل الأهلي إلى النهائي هذا الموسم دون هزيمة بعدما تخطى سان جورج ذهابا وإيابا في الدور الأول، قبل أن يحقق 3 انتصارات ومثلها تعادلات في مرحلة المجموعات ليتصدر المجموعة الرابعة، قبل أن يزيح سيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي من الدورين ربع ونصف النهائي على التوالي. والغاية لقب جديد يضاف إلى خزينته الزاخرة بالألقاب والعامرة بالتتويجات.